فجاني امي تطلب طبق من النيش ده يرضي ربنا؟ يقول لها من النيش ده خدت احمر نيش ايه؟ متجوز بقالي 11 سنه ما استمتعتش بالنيش بكوبايه فيه، لما امي تطلب كوبايه من النيش اما انا اطلب كوبايه اشرب فيها الشاي من النيش. يا عم يا عم احيلك بقى يا عم. انا امي لو طلبت ايه؟ خلاص يا عم انا لو طلبت كده من كده ده متجوز لازمتها ايه دي يعني؟ هنروح نجيب الراجل بقى يركب ازاز تاني؟ انت مصدق نفسك؟ يعني انتوا بتعملوا تمثيليه ولا انتوا بتتكلموا جد؟ انا حاسس ان هي تمثيليه من تاليفكم. انتوا ما تقنعنيش ان انتوا بتتكلموا جد. واحد واقف بيصور والتاني واقف جنبه والتالت اللي هيعمل الجريمه دوت ماسك شاكوش وكله شافه ماسك الشاكوش. اكيد مش ماسك الشاكوش رايح يصلي او بيشتغل نجار رايح الشغل بتاعه، لا ده واحد ده واقف عاوز يعمل حاجه مش كويسه. وانت مش واخد بالك من حاجه ان انت ما كسرتش حاجه من الكوبايات، ما قدرتش تكسر حتى فنجان يا راجل. هو كل اللي انت كسرته الازازه اللي بره اللي هم 5 6 جنيه دي، يعني كلام فاضي. اجيب لك كوبايه من النيش تشرب معايا عصير. ايه؟ النيش؟ يا نهار اسود. ولا نيش ايه؟ ولا نيش ايه؟ عايز امك تفتح دماغنا. فانا الصراحه حاسسها ان هي تمثيليه في زمن المسلسلات اللي احنا عايشينه وكل واحد بيعمل اي حاجه. يا عم شريف ما تظنش فيهم ظن السوء، الناس بتتكلم جد. طيب ثواني بس البس النضاره كده احسن. سلمنا يا عم ان انتوا بتتكلموا جد وان انتوا ما بتمثلوش. السؤال هنا اللي انا عارفه واللي انا اتربيت عليه ان دايما عندنا في العرف ان البنت هي اللي بتجيب النيش وهي اللي بتجيب الكوبايات والاطباق والفناجين بالنسبه للجواز لما تيجي تتجوز، وبناء على ذلك فدي من فلوسها، فالمفترض ان هي لو رفضت تطلع حاجه هي حره. ركز لحد اخر الفيديو عشان ما تفهمنيش غلط. طبعا ما بعترفش بالنيش ولا الكلام الفاضي ده، لان دي فلوس مركونه مالهاش ريحه اللازمه. واي راجل يتجوز انا بقول لك ما تجيبش نيش واتفق مع مراتك هي واهلها ما فيش نيش يا اخوانا ونوفر الفلوس دي نجيب بيها حاجه عدله. لكن لو انت خلاص قفلت فانت ممكن تجيب طقم واحد فناجين، طقم واحد كوبايات، طقم واحد طباق كده، يعني ما تجيبش 50 طبق و50 الف فنجان و100 الف شوكه وفي الاخر ما حدش بيستخدمهم. بس دي امي يا عم شريف، دي خط احمر. ما ينفعش مراتي تروح تقول لها لا. ايوه هي ام حضرتك انت مش ام زوجتك، يعني انت تبوس ايديها وراسها ورجليها وكلامها مقدم على اي حد. عند زوجتك هي مش امها فمش كلامها مقدم فوق اي حد، لكن كلام زوجها هو اللي مقدم بالنسبه للمراه فوق كلام اي حد. ولو فرضنا يا عم ان والده حضرتك راحت عاوزه فنجان فراحت لزوجتك وقالت لها يا بنتي انا عايزه فنجان اشرب فيه، فقالت لها لا، فده ما يكونش اسلوب حضرتك بالطريقه ديت انك انت تكسر ترك وربنا بيقول والله لا يحب المفسدين، فده افساد يا حبيبي. امال انت عايزه يعمل ايه يا عم شريف؟ عايزه ان هو يسوس الامر. يعني ايه يسوس؟ يعني يعرف يقود الامر، يعرف يوفق بين زوجته وبين امه، ولا يجي على دي على حساب دي ولا يجي على دي على حساب دي. يبقى راجل كده عنده عقل وعنده حكمه. لان لو ده اسلوبك في البيت التكسير والخراب والافساد والغضب والزعيق وعلو الصوت، فربنا يكون في عون زوجتك الصراحه، لان مش دي طريقه الانسان المسلم المحترم الملتزم دينيا، وانما دي طريقه الناس بتوع الشوارع بقى اللي هم اللي بيكسروا اوعى وشك لخبرات فكل يا عم في بالراحه يابا. انا لو كنت مكانك بكل بساطه هقول لها هو انت ليه ما اديتيش امي الفنجان؟ في مشكله مضايقين من بعض مثلا متخانقين مع بعض، هتقول لك لا انا مش عاوز حد يجي. طب ماشي انا هديهولها وبعد كده هنغسل الطبق ونحطه في النيش زي ما انت عايزاه وكأن مفيش حاجه استخدمت. ايه المشكله؟ خليك ذكي يا ابني كده وشغل دماغك. المشكله حضرتك ان انت بتقيس عقل المراه بعقل الراجل، وما اقصدش عقل المراه ان هي واحده ناقصه، لا هي عقلها كبير، لكن لازم تعرف تتعامل معاها ازاي. الكلام اللي انت عملته ده كان ممكن ينفع مع واحد صاحبك على القهوه تقعدوا تخبطوا في بعض وتهزروا بالشواكيش وبالاقلام وبالمسامير والاجله، انتوا حرين بقى، مع ان ده ما ينفعش برضه، بس رجاله مع بعض، لكن الست ما ينفعش كده. مش عارف انت استفدت ايه لما انت كسرت الازاز اللي على النيش؟ ما انت في الاخر اللي هتصلحه يابا وهتطلع من جيبك، يعني موت وخراب ديار وانت اللي هتصلح الديار مش زوجتك الغلبانه اللي قاعده في البيت. بقول لزوجتك وكل واحده عندها نيش في البيت الله يبارك لك، الحاجات اللي مركونه ديت ما ينفعش نسيبها لحد ما نموت ما نستخدمهاش، ده حرام علينا، ده اسمه اسراف تبذير، ان انا احط فلوس واركنها من غير ما استخدمها. خليكي كريمه كده سواء مع اهل بيتك مع جوزك مع عيالك مع حماتك مع اي حد من الضيوف وقالوا لك عاوزين نطلع حاجه من النيش نشرب فيها ناكل فيها، من باب ان انت بتنضفي النيش من جوه، لان اكيد التراب معشق جوه الطباق وجوه الفراجين، فاحنا عاوزين ننضف الكلام ده، فيبقى ناكل فيها ونغسلها ونحطها كده تبقى بتبرق. فاهدى كده يا حبيب قلبي وهدي اعصابك، ما تبقاش نرفوزه كده. والراجل مش بيعلو صوته وقله ادبه وزعيقه وتكسيره وشتمته، يعني في ناس بتعمل كده مع زوجاتها ويضربها ويعجنها، ولما الراجل بيعرف يقود المركب من غير ما تغرق ويعرف يوفق بين الناس اللي قاعده جوه المركب ديت، سواء امك او اختك او مراتك او ولادك. تاني بقول لكم بلاش موضوع النيش ما تيجي تجوز بنتك ولا حاجه، لان نحس ان في تبذير واسراف على الفاضي وحاجات مركونه مش ريحه اللازمه. وتسيبكم من كلام الناس هيقولوا علينا ايه وياكلوا وشنا، ما حدش هينفع، انتوا اللي هتتدينوا وانتوا اللي هتخرب بيتكم لما تصرفوا فلوس على الفاضي. انا قدامك اهو كان عندنا نيش اول ما اتجوزت وبعد كده بعته يا عم الحاج وطلعت الاطباق وكلنا وشربنا، والحي ابقى من الميت يابا الحاج، انا هموت ما تلذذش بالحاجه ولا اتمتع بيها. خليك حكيم في تعاملك مع امك وزوجتك ووفق بين الاثنين عشان تفوز دنيا واخره. وبقول لكل واحد عنده بنت هيجوزها بلاش تبقى متكلف قوي في طلب المهر والشبكه والهيصه، خلي الناس تتجوز عشان الراجل لو ما لقاش الحلال اللي جاي يتقدم لبنتك
هيروح للحرام، تبقى انت سبب في وقوعه في الحرام، لان خلاص كل الدنيا اتسدت في وشه، حتى انت سديت الدنيا في وشه وقطعت الطريق، فما لقاش غير طريق الحرام، هيكون في ميزان سيئاتك يا حبيب قلبي. من اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ده كلام النبي، ما قالش من اتاكم من ترضون نيشه وطباءه فنجينه فزوجوه. واطلب عادي مفيش مشكله، بس اطلب بالعقل وبالمنطق وعلى قدر المستطاع يا اخي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واقلهن مهورا اكثرهن بركه. عاوز ربنا يبارك قلل المهر شويه والدنيا هتمشي. انتوا بقى اللي بتسمعوني، الراجل ده غلطان ولا عنده حق؟ اكتبوا له تحت في التعليق. في اول تعليق تحت الفيديو لينك برنامج انت محتاجه كمسلم وانت كمسلمه، نزلوه وادعوا لي دعوه حلوه في التعليقات، وصلوا على سيدنا النبي تحت برضه في التعليقات عليه الصلاه والسلام.